النهاردة هعمل معاكم وصفة الحمام الكداب. قولولي سمعتوا عنها قبل كده ولا دي أول مرة تسمعوا عنها؟ هي وصفة سهلة ولذيذة وسريعة، بتبقى عبارة عن أوراق مخلية ومحشية كده بالرز، وبتدي شكل الحمام، ومن هنا يعني سموها الحمام الكداب. بجد هي وصفة لذيذة وطعمها حلو، وهتعمليها كمان بسرعة، وكمان طبق هيشرفك في العزومات. أول حاجة هنحتاج كيلو من الأوراق المخلية، وبطلب من الراجل إن هو يخليها لي للحمام الكداب. هما بيبقى ليهم طريقة كده بيخلوا بيها عظم الورك كله، وبيسيبوا عظمة الدبوس دي كده، يعني إن هي شكل راس الحمام. معايا طماطماية، بصلاية، فصين من التوم، قرفة وملح وفلفل، ودي بس التوابل اللي هستخدمها في الوصفة النهاردة. في الكبة كده هفرم البصل والطماطم والثوم، وهضيف عليه البهارات اللي عندي، وأقلبهم مع بعض كده كويس بالشكل ده، وهنزلهم على الأوراق على